تخيلوا معايا الراجل اللي جاني حتى لدارنا وخطبني على أساس أنني بنت العائلة محتشمة ومربية، هو نيت اللي باغي اليوم يرجعني بنت الزنقة. واش هادي معقولة؟ واش كاين شي راجل كيدق باب الناس باش يدي بنت الدار وفي الاخر يطلب منها تولي وحدة أخرى؟ عافاكم جاوبوني، راه راسي غادي يطرطق بالتفكير. فاش جاي يخطب كان كيشكر فيا الدين والحياة، وكان كيقول لي انتي اللي غتكوني مولا داري ومربية ولادي. أنا ديك الساعة طرتك الفرحة، قلت لقيت ولد الناس اللي باغي المعقول. ولكن غير تسد علينا باب واحد بان وجهه الحقيقي. في الفراش كيتحول لإنسان غريب ما كنعرفوش، كيبدا يوريني فيديوهات ديال العرا والفساد في التليفون ويقول لي بغيتك ديري ليا بحال هكا. كيطلب مني نلبس حوايج اللي كنشوف فيهم غير في التلفازة ونحشم حوايج ديال الكباريات والزنقة. واللي ضرني في خاطري كتر هو كلامه الخايب اللي باغي يسمعوا مني، والضرب. كيبغي يضربني ويقول لي هادشي كيعجبو. انا كنرفض وكنبكي، كنقول ليه انا ماشي هاديك، انا ماشي وحده من الزنقه. كنحس براسي رخيصه بزاف، كنحس بيه كيوسخني وما كيشوفش فيا كإنسانه، كيشوف فيا غير جسد يفرغ فيه الشهوات المريضه ديالو. ومنين كنميكي عليه وكنرفض كيقلب عليا وجهه وكيقول لي انتي معقده، راه كاع العيالات كيديروا كتر من هادشي لرجالهم. وكيلمح ليا باللي الا بقيت هكا غيمشي يقلب على داكشي برا. دابا بغيت نسولكم، واش انا اللي غلطه حيت ما بغيتش نلبي ليه هاد الرغبات؟ واش ضروري نقتل الحياه ديالي ونولي وحده اخرى باش نرضيه ونحافظ على داري؟ ولا هو اللي مريض وكنحسو من الاول يقلب على اللي كتشبه ليه؟